قائمة لا من شاف ولا من دري لمسلسلات نزلت في رمضان 2024 ومحدش سمع عنها ومحدش شافها. المسلسل الأول معانا اسمه جري الوحوش، ده بطولة نضال الشافعي وفادي عبد الغني. المسلسل الصراحة ما شفتش أي حد شافه لغاية دلوقتي، وسألت ناس كتير عليه محدش قال لي إن هو شاف المسلسل ده، ولكن من الواضح إن المسلسل ده ما اتعملوش دعاية كويس، أو ممكن يكون برضو المسلسل ما كانش جذاب قوي في حلقاته الأولية. أنا ما شفتش المسلسل ده وبرضو ما أعرفش حد شافه. المسلسل الثاني مسلسل بعد النهاية لنرمين الفقي وأحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد. عن واحدة رجعت من أمريكا لقت جوزها بيخونها مع صاحبتها، وبتبتدي يعني تدور وراهم وتحاول تنتقم منهم. قصة كلاسيكية قديمة شوية. بوستر المسلسل حسيت منه كده ان هو مسلسل لو بادجت، مش مسلسل مصروف عليه مبلغ كبير، فبالتالي ما تصرفش عليه دعاية كويسة، وبالتالي برضه ما تعرفش بالقدر الجيد. ومعنا ومعكم درة التاج مسلسل ريهام حجاج السنوي المعتاد اللي بتطل علينا بيه كل سنة. الحاجة في المسلسل ده ان اسمه صدفة. هو واضح ان هو فعلا المسلسل ده كان صدفة واتعمل بالصدفة، وكمان انا عرفته بالصدفة. المسلسل بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، اللي يعني يحط خط قوي تحت خالد الصاوي اللي بقى اختياراته للاعمال مؤخرا غريبه، ومعاهم برضو عصام السقا. معانا رقم 4 مسلسل فراوله لنيلي كريم، اللي ما كنتش اعرف عنه اي حاجه لغايه امبارح لما شفت منه حلقتين ورا بعض. المسلسل ده مكون من 15 حلقه، نزل في النص الثاني من شهر رمضان. لكن دخلت المسلسل لطيفه جدا. نيلي كريم بتشتغل في شركه عقارات، امها كانت في الماضي بتقرا الفنجان، وبيقال يعني في المسلسل ان نيلي كريم مبروكه فورثت من امها موضوع قرايه الفنجان ده. طريق موضوع قراءة الفنجان ده نيلي كريم بتدخل عالم السوشيال ميديا. المسلسل بيمهد لفكرة ان نيلي كريم بتسوق للوهم، او المسلسل بيتكلم عن كيفية تسويق الوهم بصفة عامة. مسلسل خفيف ولطيف، ما زهقتش منه في اول حلقتين، ولكن المسلسل ده انا اتفاجئت بيه وما لقيتش اي حد بيتفرج عليه. معانا رقم 5 مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، ومعاه ناهد السباعي، معاه الفنان احمد زاهر. مسلسل يعني داخل في صعبانيات واحزان شوية، بيتكلم عن شاب جاي من الصعيد بينزل القاهرة علشان يعول أسرته، وبيواجه مشاكل كتير جدا في القاهرة أو في العاصمة يعني، وبيبتدي يدخل أو يزج بيه في بعض الحاجات اللي هو ما يفهمش فيها. حسن الرداد من وقت نجاح مسلسل حق ميت اللي كان اتعرض في أحد مواسم رمضان السابقة، كان معاه زوجته إيمي سمير غانم فيه، وكان مسلسل جيد جدا. حسن الرداد كل تجاربه اللي بعد مسلسل حق ميت حاول يستنسخ نفس النجاح اللي عمله في مسلسل حق ميت. مسلسل حق ميت ده ما كانش حد سمع عنه خالص لغايه مثلا يوم 15-16 رمضان بداوا الناس يتكلموا عنه. المسلسل سمع جدا في اخر رمضان، وبقى عمل نسبه مشاهدات عاليه جدا، رغم ان المسلسل ده كان له بادجت ومحدش كان متوقع ان هو ينجح. حسن الرداد عايز كل سنه يستنسخ نفس الشكل ده، ان المسلسل بتاعه يكون في الظل في اول رمضان، وبعد كده يعمل حاجه بومينج كبيره فالناس تبتدي ترجع تتكلم عنه، ولكن ده ما بيحصلش للاسف. ومسلسلات حسن الرداد في نزول للاسف مع مرور الوقت. وانا اتفاجئت برضو بمسلسل محارب اللي هو عامله السنه دي. مفاجاه يا جماعه، الفنان محمد رياض نزل السنه دي بمسلسلين، والمسلسلين ما حدش سمع عنهم للاسف. المسلسل الاول وهو مسلسل قلع حجر او قلع حجر، شاركوا بطوله في مسلسل سوسن بدر. المسلسل ده عباره عن دراما صعيديه كلاسيكيه زي الحاجات القديمه، المسلسلات القديمه شويه. هو مسلسل لما بصيت عليه بصه كده لقيته رامي شويه لحقب قديمه من المسلسلات الصعيديه. المسلسل الثاني للفنان محمد رياض وهو تل الراهب، اللي بيشاركوا معاه في البطوله ايتن عامر. والمسلسل بيحكي ان في واحد كان متغرب بعيد عن مصر، ورجع مصر لقريته اللي كان عايش فيها وهو صغير بعد 20 سنه من ما سابها، وبيلاقي القريه دي اتغيرت والناس اتغيرت والعادات والتقاليد فيها اتغيرت، وبيبتدي بقى يتفاجئ ويتصدم طول المسلسل بالموضوع ده. مسلسل تل الراهب ومسلسل قلع حجر انا ما سمعتش عنهم حاجه، وما اعرفش برضو حد شافهم، وهل المسلسلين دول جيدين ولا لا. انا اللي متاكد منه ان الفنان محمد رياض فنان جيد جدا لما بيتوظف في ادوار حلوه. محمد رياض من الممثلين اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي، ولكن مسلسلاته كبطوله بحس ان هي ما بتلاقيش رواج بقدر كبير. بحس دايما محمد رياض في الدور الثاني بيكون قوي جدا وبيأدي اداءات احسن كتير. حبيت اختم لكم بحاجه حلوه كده في الاخر، مسلسل ياسمين صبري اللي اسمه رحيل. المسلسل ده انا ما كنتش اسمع عنه حاجه غير لما دخلت على الفيسبوك ولقيت صور غريبه ناس بتتريق فيها على مشاهد من المسلسل. انهم الصوره دي اللي هي صوره بتاعت نجاره انجلش اللي هي ياسمين صبري حاطه ضوافر صناعيه وحاطه فول ميك اب وبتشتغل حاجه زي النجاره كده ماسكه منشار وبتنشر بيه، وصوره ثانيه وهي لابسه لبس السجن وعامله فول ميك اب برضه داخل السجن. مسلسل قصته بسيطه جدا
جدا ومكررة، بيحكي عن بنت بسيطة من أسرة يعني بسيطة جدا في المستوى الاجتماعي، وبتدخل السجن بسبب ظلم ما معين، وبتحاول بقى ان هي تخرج من السجن او من القضية اللي هي فيها دي، وبتنتقم من الناس اللي ظلموها. عدت لكم يا جماعة 8 مسلسلات بالتمام والكمال، محدش سمع عنهم، وانا نفسي ما كنتش سمعت عنهم قبل كده، وما شفتش حد برضو شاف المسلسلات دي. هل المسلسلات دي جيدة ولكن ما تعملهاش دعاية بالقدر الكافي، ولا المسلسلات دي بقت محدش عارف عنها حاجة ومحدش سمع عنها لسوء مستواها ولسوء انتاجيتها بصفة عامة؟ اكتبوا لي رأيكم في الموضوع ده، لان الموضوع ده محير جدا حتى بالنسبة لي. مثلا المسلسل بتاع نيللي كريم انا ما كنتش سمعت عنه حاجة، ولكن لما شفت منه حلقتين صراحة لقيته مسلسل جيد جدا ومسلسل قابل جدا للمشاهدة. كذلك الامر سمعت برضو يعني حاجات بسيطة على الهامش كده، ان مسلسل تل الراهب ده يعني معقول برضو بتاع محمد رياض، ومحمد رياض كممثل ممثل جيد، ومعاه كمان ايتن عامر ممثله برضو جيده جدا. ففي مسلسلات من المسلسلات اللي محدش سمع عنها، او المسلسلات تحت قائمه لا من شاف ولا من دري، ممكن يطلع منها حاجه كويسه، ولكن في بعضهم ممكن يكون بسبب سوء الدعايه والاعلان، والبعض الاخر ممكن يكون لسوء المستوى. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.